فلوس الحج والعمره ما تروح فيها. الحج والعمره بيعملوه بها ورقه وقلم. وتعالى يا حبيبي، جاهز؟ ورقه وقلم. انا هبدأ لك باقل حاجه. عمال النظافه في الحرم 12,000، في الراتب بتاعهم يعني في حدود 1000 وطالع، يعني ب120,000 ريال في الشهر. اكتب يا حبيبي. أئمة الحرم 10 أئمة، 10 أئمة، الراتب بتاعهم ب8000 في الشهر و200، يعني ب82,000 ريال يا حبيبي. اكتب عندك، اكتب. تعالى بقى ندخل في التجيل. الكهرباء بتاع الحرم في الشهر، الكهرباء بتدفع حوالي 15 مليون ريال. اكتب يا حبيبي. تعالى عساكر الحرم، العساكر بتاع الأمن الحرم حوالي 30,000 جندي. الراتب بتاعهم الجندي بياخد 3600، والعريف بياخد 4000 وقولوا 300. يعني رقم كتير، فيه صفار كتيرة وانا هحطه لك على الشاشة. اكتب عندك يا حبيبي. خش بقى على التجهيز. التوسعة بتاع الحرم، التوسعة اللي بيعملوها، الحاجات اللي الشغل عشان تروح تلاقي حاجة بسم الله ما شاء الله ينشرح ليها القلب، 100 مليار دولار. اكتب عندك 100 مليار دولار. انا عايزك يا حبيبي تجمع لي كل ده، تمام، وتكتبه عندك وتشوف الرقم المهول اللي هيطلع لك. اصل في عقليات بتقول لك ده السعوديين بياخدوا فلوس الحج والعمره بيعملوا بيها ما اعرفش ايه. على فكره السعودي زيك، السعودي لما يروح يعمل عمره او يروح يحج بيدفع فلوس زيك واكتر كمان. انا احب اوضح لك بس، يعني السعوديه بتصرف فلوس، تمام، من جيبها على خدمه حجاج بيت الله. الناس اللي بتقولك ده بيستفيدوا من الحج والعمره، بيجي كام في السنه؟ طبعا الحج في السنه مره، تمام، بيجي كام؟ 10 مليون. 10 مليون ناس جايه تحج. اضرب انت 10 مليون في، يا عم قول قول 20,000 ريال، هتلاقي ان المبلغ اللي هو محطوط هنا، تمام، يعدي جميع المراحل. تعال بقى لنقطة تاني احب اتكلم فيها. اللي بيروح يعمل عمرة، اي حد بيروح يعمل عمرة مش بيدفع اي رسوم. يعني بتدخل الحرم المكي مش بتدفع ولا ريال. انت لو معاك سيارة بتاعتك وعايز تروح مش هتكلف غير حق البنزين بتاعك بس لو تروح بيها مكة. يعني مفيش رسوم، مفيش رسوم لدخول الحرم المكي. فالناس اللي ما تتكلم بتقول لك فلوس الحج والعمرة، يا جماعة الخير والله البلد دي يعني ربك سبحانه وتعالى بيدي الحاجة دي للناس اللي هي هتحافظ عليها. فربك سبحانه وتعالى الحرم المكي خلاه في السعودية عشان خاطر الناس دي تعرف ربنا. في واحد يطلع يقول لك ايه، طبل. انا مش مطبل، انا بتكلم في ارقام، تمام يا حبيبي. ادخل ابحث وانت تعرف الكلام اللي انا بقوله ده صح ولا غلط. انا في نقاط كمان ما اتكلمتش فيها، اللي هي يعني المسؤولين في الحرم اللي هم الرواتب بتاعتهم، انا بكلمتك في حاجه بس كده ظاهره. السلام عليكم.